دي بقى الصينية يا بنات. كمان سويناها وحطيناها في الفرن، احمرت كده. اللي عايز ياكل صينية ياكل، اللي عايز ياكل ايه مسلوق ياكل، عندنا الاتنين. بس والله اهم حاجة ان هي تستوي، بص ما اتحرقتش ولا حاجة، عشان مسوينها على نار هادية خالص. اهم حاجة الاكل بيبقى طعم اما تسويه على نار هادية. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بالله عليكم ما تنسونوش بالدعم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بالله عليكم ادعمونا، ولايكات وتعليقات عشان قناتنا تكبر بيكم، احنا مستنيين نكبر بيكم. المهم احنا سألناكم في الفيديو اللي فات احنا ايه غدانا النهارده وايه اللي جوه الكيس ده. يا ترى ايه اللي جوه الكيس ده؟ يلا نشوف ايه اللي جوه الكيس ده وايه اللي هنعمله النهارده. ماشي. جوه الكيس ده معانا دي فرخه بيضه. ماشي. هنغسلها دلوقتي ونظبطها بقى ونخليها حكايه. ومعانا كمان فرخة بلدي. بصوا الفرخة البلدي، بصوا العرف بتاعها اهو باين. ماشي. دي فرخة بلدي ودي فرخة بيضة، لان اولادي ما بياكلوش الفراخ، اللهم صل على النبي، ما بياكلوش الفراخ لا البلدي ولا البط ولا الطيور البلدي خالص. ما بياكلوش غير الفراخ البيضة، الجيل الجديد اللي احنا فيه. المهم انا مش هعملهم الاتنين طبعا لان احنا مش عددنا كبير. ماشي. هعمل من دي جزء وهعمل من دي جزء. ماشي. يعني هعمل فراخ بالصينيه وهعمل فراخ في الشوربه، ونوريكم الطريقه ديت والطريقه دي بتكاتها وحركاتها بقى وجمالها، ونغطس في الشوربه مع بعض مع ان الدنيا حر. ماشي. هنغسل بقى الفراخ البيضه ونظبطها. انا موريكم الغسيل قبل كده، ما عاملين مع بعض فيديو في الغسيل قبل كده، ونقطع ونشكل ونظبط، ونرجع نكمل غدانا النهارده. بس بالله عليكم ادعمونا واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنغسل بقى ونظبط ونيجي نوريكم كل طريقه كل فرخه لوحدها. يعني الفراخ المسلوقه هنعملها في فيديو لوحدها، والفراخ الصينيه هنعملها في فيديو لوحدها. يلا مع بعض بقى نكمل ونشوف تكه كل فيديو لوحده. حلاوه. ومعانا بصله كبيره بشرناها، ومعانا كمان طماطمايه وقرن فلفل اخضر. يلا بقى نحط التوابل. شطه وكمون انا عاملاهم على بعض، ملخبطاهم على بعض. ماشي. تعكيهم جامد، المهم تتعكيهم جامد، ايه، تشربيهم طعم الحاجات. هنحط على الحاجات دي ونسيب ده كل ده كده مع بعض. ونيجي هنا نفتحها عشان الحاجة ايه تخش جواها. تبل بقى. تعاكي اكنك بتغسلي المواعين. بصوا ندخله بقى كده فيها. والفلفل الحاجات دي بتاكليها بتغسليها بعد كده بقى اللهم صل على النبي، بالرز بالمكرونه باي حاجه بتحفه. لو زادت مني انا بحطها بعد كده على ايه، على محشي، على حاجات بتبقى ايه. لا برميش حاجه الحمد لله. نرصها بقى في الصينيه. اهم حاجه ونغطيها بقى بالورق كده، نقفلها كويس. اهم حاجه نوطي عليها النار. اما هنوطي عليها النار هتستوي ومش هتتحرق، وهتستوي منها فيها. ممكن ما نحطلهاش اساسا ميه خالص. هنسويها بقى ونحمر وشها في الفرن، ونرجع لكم نوريها لكم. بصوا كده هنحطها على نار هاديه خالص
ونسيبها تستوي براحتها. ولو كمان سبتيها كده بالتتبيله دي ساعه ولا ساعتين يا خرابي تبقى حكايه. مستعجله وعايز تحطيها على النار برده مفيش مشكله. ونسويها وبعد كده نحمر وشها في الفرن ونرجع لكم. دي بقى الصينيه يا بنات. تمام. سويناها وحطيناها في الفرن احمرت كده. اللي عايز ياكل صينيه ياكل، اللي عايز ياكل ايه مسلوق ياكل. عندنا الاتنين. بس والله اهم حاجه ان هي تستوي. بص ما اتحرقتش ولا حاجه عشان مسوينها على نار هاديه خالص. اهم حاجه الاكل بيبقى طعم اما تسويه على نار هاديه.